الوصفة الوحيدة اللي تجمع ما بين المتعة والصحة والأصالة. أنا شخصيا ما نقدرش نقاومها. تلبينة النبوية كنت حطيت لكم عليها فيديوهات على الطريقة ديال التحضير ديالها، وأيضا بعض طرق الاستعمال ديالها. الحمد لله لقات إقبال كبير في السوق المغربي، وكنت وعدتكم بان غنعاود ننزل لكم فيديوهات على طرق الاستعمال ديالها، لان تبارك الله ما شاء الله عندها عده استعمالات، والاستعمالات ديالها جد سريعه، يعني ما تتاخذ منكم لا وقت ولا مجهود، لان الشعير ضيجه طايب واجد فتتوجد في ثواني معدوده. الان جبت لكم الوصفه الام ديال التلبينه. فالتلبينه في الاصل ديالها فكانوا تيديروها جدودنا اولا ناس زمان للكرموس، وعاد ملي كانت تشيط ليهم من الكرموس تما فين كانوا تيديروها يعني الاستعمالات الاخرى. فهذه هي الاستعمال ديالها الحقيقي. فكان الموسم ديال الكرموس تيتزامن مع الموسم ديال الحصاد، تيكون الشعير جديد وتيوجدوا هذه الوصفه هذه.